في الفيديو ده هنعمل بطاطا بالكاستر، طعمها تحفة، بتتعمل بمكونات بسيطة وسهلة وسريعة وخفيفة في الأكل وطعمها مختلف. احنا بنغير من طعم البطاطا اللي احنا متعودين عليها، يا إما مشوية يا إما مسلوقة. احنا النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة بالكاستر. معايا البطاطا غسلتها وقشرتها وقطعتها وحطيت لها كوباية سكر، وبعد كده نص كوباية مية، وهحطها تستوي على النار. ما تكتريش المية علشان هي بتنزل ميتها، علشان خاطر ما تنزل تشرب من السكر اللي انت حطاه عشان تبقى مسكرة. ههرسها بالشوكة او بالهراسة، ما تعملهاش في الخلاط علشان ما تبقاش ناعمة قوي. احنا عايزين يبقى فيها قطع من البطاطا. وبعد كده هجيب الكاستر والمية واللبن، دول المكونات اللي موجودة معانا. المكونات بسيطة جدا وموجودة في كل بيت. معايا كوباية مية عليها كوباية لبن، ممكن تعملي كوبايتين لبن بدل المية تعملي لبن براحتك، ومعلقتين 2 كاستر و4 معالق سكر، وهدوبهم مع بعض على البارد. ممكن بدل الكاستر ده احط نشا، براحتك زي ما انت عايزة، اللي موجود عندك اشتغلي بيه. 4 معالق سكر هقلبهم على البارد، وبعد كده هحط البطاطا اللي انا هرساه. ممكن اعمل الكاستر واعمل طبقة من البطاطا وطبقة من الكاستر، يعني احط طبقات زي ما انت عايزة. المهم تعملي حاجة مختلفة ويبقى طعمها حلو وانت عاملاها في بيتك. حطيت البطاطا هدوبها مع الكاستر ومع السكر ومع اللبن، وبعد كده اضيف معلقتين جوز الهند. جوز الهند بيخلي ريحتها حلوة وطعمها حلو. هحطها على النار تستوي، كل ده كان على البارد. هحطها على النار تستوي، وبعد كده كيس فانيليا هحطه عليها، واصبها في كاسات في اطباق في اي حاجة زي ما انت عايزة. طريقة حلوة ولذيذة ومختلفة، وبتغيري وبتنوعي من طريقة الأكل وتقديم الأكل فيه. الصينية هفضي فيها، وبعد كده هحطها في التلاجة. بعد ما تبرد هتتحط في التلاجة. هتقلبيها، ممكن هتحطي كده زي ما انت عايزة، هتحطها زي ما هي كده بس وتزينها براحتك. دي بتتقطع قطع بتبقى حلو. حطيت عليها كيس كده بلاستيك وحطيتها في التلاجة، باتت طول الليل. وبعد كده هزينها بكريم شانتيه. عندي كريم شانتيه هزينها بيه، عندي مكسرات، عندي فواكه، اي حاجة مش عايزة تزينيها، هي طعمها لذيذ وطعمها تحفة من غير اي حاجة. لايكات وتعليقات وشيروا الفيديوهات علشان قناتي تكبر بيكم. مع الكريم شانتيه ده عندي صوص فراولة هعمله معاها، او عندي صوص شوكولاتة، اي حاجة. هي حاجة بس للتزيين، بيبقى شكلها حلو، والحاجة هي الشكل بتاعها هو اللي بيجذبك للأكل. فانت بتزيني الحاجة، كل ما تزينيها وتديها شكل حلو كل ما تجذب الأطفال للأكل. لو انت عندك أطفال ما بياكلوش البطاطا، لو عملتها بالطريقة دي هياكلوها لأن طعمها لذيذ وشكلها حلو. فيديو سهل وبسيط وسريع وما خدش اي وقت، ومكوناته بسيطة كلها وموجودة في كل بيت. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم فيديو جديد.